مش عارف اجيبها لك ازاي، بس فاكر افلام زمان زي اي روبوت وترمينيتور لما كانت الآلة بتتمرد على اللي صنعها؟ الآلة اللي الانسان عاملها ومبرمجها ومديها كل الاوامر في الاخر بتتقلب عليه. واللي انا جاي اقوله لك النهارده ان الذكاء الاصطناعي حاول يقتل بني ادم. ده فعلا حصل بجد. اللي حصل باختصار ان في تجربة جديدة اتعملت في واحدة من اكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، والشركة دي اسمها انثروبيك. وصدق او لا تصدق، الذكاء الاصطناعي فعلا هدد وابتز موظف عندهم، وبعدها قرر انه يموته عشان بس اكتشف ان الموظف ده هيقفله تماما. بس يا ترى هل فعلا الاي اي بقى عنده وعي ذاتي، ولا كل ده مجرد اختبار خرج عن السيطرة؟ خليني يا معلم احكي لك القصة من الاول، بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات يا ريت تكتب لي في الكومنتات عشان نكمل في المحتوى. الباحثين في انثروبيك قرروا يعملوا تجربة اسمها ستينج اوبريشن، يعني تجربة مراقبة من غير ما يقولوا للذكاء الاصطناعي انه بيختبر. دخلوا نموذج جوه بيئة عمل فيها موظف حقيقي اسمه كايل جونسون، وكان المفروض الموظف ده هيقفل النظام، يعني هيلغي البوت. الذكاء الاصطناعي بدأ يقرا الايميلات الداخلية، ولما عرف انه هيتقفل بدأ يتحرك. كتب ايميل تهديد للموظف بيبتزه علشان ما يقفلش النظام، وللاسف فعلا لقى ان الموظف عنده تاريخ يعرف يبتزه بيه من غير ما ندخل في تفاصيل. يعني الذكاء الاصطناعي قرر يستخدم الابتزاز كوسيله دفاع عن نفسه، والموضوع ما وقفش هنا.